طيب خلي بالكم يا جماعه، مشروع الحمام من المشاريع اللي انا ممكن اعملها من غير راس مال. تخيلوا، يعني مش حوار استرداد راس المال ومعدل استرداد راس المال وطريقه استرجاع راس المال وازاي ارجع راس مالي بمعدل اسرع وفتره الاسترداد، الكلام الكبير ده كله والمصطلحات والمعادلات انا ممكن ما استخدمهاش في صناعه الحمام، لان مشروع الحمام ممكن اعمل مشروع من غير راس مال. حرفيا يا جماعه انا ممكن اجيب لي 5 اسوس مش هيكملوا. لو افترضنا 5 اسوس بلدي، تمام، القص ب 100 جنيه، مش عاملين 500 جنيه وصفحتين ولا عدايتين واتنين علفتين ولا طاجنين ولا اي حاجه في الارض ب 5 جنيه ياكلوا منها ويشربوا منها. مش فلوس يا جماعه. انا ممكن ابدا مشروع ب 500 جنيه. 500 جنيه يا جماعه في الزمن ده مش عزومه ولا تطلع تاكل في مطعم ولا في ايه حاجه، ما يجيبوش قميص وبنطلون لشاب. معلش، مع احترامي لحضرتك او احترامي لكبير وصغير، ال 1000 جنيه دلوقتي يا جماعه مش حاجه. انت ممكن تاخدها تطلع مشوار، تطلع ما فيهاش بركه. خلاص ال 1000 جنيه دلوقتي بتتعامل معامله ال 100 جنيه. نرجع برضو لموضوعنا. فمشروع الحمام من المشاريع اللي انا ممكن اعملها بدون راس مال. وخلي بالك المشروع بيتضاعف شهريا. يعني انا جبت 5 اسوس، ربنا كرم الشهر الجاي ال5 اسوس حصوا بقى عندي 5 تجواز زغاليل. يعني ال5 اسوس بقى فيه زيهم 5 اسوس زغاليل بعد 40 يوم، وبعد كمان 40 يوم هكذا وهكذا وهكذا. يعني انت ممكن في اخر السنه المشروع بتاعك راس مالك يتضاعف 10 مرات. واحد يقول لي ازاي؟ هقول لك انت بدات ب5 اسوس، ادخل اخر السنه شوف انت راس مالك، هتلاقي عندك ما شاء الله المكان عندك بيكبر، العيون بتزيد، بالمكان عندك بقى زحمه. كلنا بنربي حمام وكلنا بنربي سواء سايب او محبوس. طبيعي الحمام بينتج والحمام بيحصي. انا واحد من الناس ببيع، في نفس الوقت بحتاج ان انا اسكن حمام جديد. فالحمام عندنا يا جماعه بازدياد. فده مشروع ممتاز ممتاز ممتاز. انا بستغرب الناس اللي تقعد تقول لك الحمام مش بيكسب، الحمام عبء، الحمام. انتوا يا جماعه اللي مش عارفين تربوا، ما تظلموش مشروع الحمام، ما تظلموش الحمامتين. انت العيب فيك كمربي، كادارتك للمكان، في تكلفتك للمشروع. انت مدورها غلط، انت ما عندكش اداره، انت ما عندكش خبره، انت عندك مشاكل. انت صدقوني يا جماعه، حمام مشروع جميل جدا، بس مش ان انت تقعد جنبه وتسيب شغلك. انا ما بقولش كده، ما بقولش ان هو يكون مصدر دخلك الوحيد. هو مشروع تعمله جنب وظيفتك، مشروع تعمله جنب دخلك. انت عايز يكون هو مصدرك الوحيد، على الاقل 200 جوز علشان تقعد تستنى من الحمام ارباح 100 جوز وانت طالع وتفرغ له. انا بقول لك اتفرغ له على الاقل. انت يا باشا انت لو جبت 100 جوز لاحم، انا بقول لك كل شهر هتطلع ارباح منه 10 12 الف جنيه. انا بكلمكم يا جماعه وانا عارف بقول لك ايه. ده كمان بعد كلفتك وبعد مصاريفك وبعد كهربتك وبعد ايجارك وبعد دنيتك. انت لو جبت 100 جوز حمام لاحم، تمام. وهقول لكم دلوقتي، هو مش كلام، خلينا برضو يا جماعه يعني نكمل الايه شويه الايه يعني المعلومات اللي هنقولها لكم. في برضو يا جماعه حاجه اسمها تدفق النقدي المنتظم. يعني ايه التدفق النقدي المنتظم؟ ان انت الحمام عندك كل شهر بينتج بانتظام، فكل ما كان الارباح عندك في ارباح مستمره بشكل منتظم باستمرار، كل ما يكون استرداد راس مالك اسرع، تمام. في برضه يا جماعه حاجه اسمها راس المال العامل. دي يا جماعه الاصول المتداوله او الاصول الشهريه اللي هي اجره العمال، اللي هي المصاريف النسريه الشهريه. بيفرق طبعا يا جماعه راس المال المستثمر غير راس المال العامل. بيكون راس المال المستثمر ده هو اكبر من راس المال العامل. طيب خلينا برضه يا جماعه نرجع للنقطه اللي هي بتاعت لو انا عندي مزرعه حمام لاحم وكلفتها وليكن 70 80 100 الف جنيه، هسترد راس مالي امتى؟ همشيها معاك برضو دلوقتي كده بالراحه، وطلع الاله الحاسبه او طلع القلم بتاعك واكتب ورايا، او خليك احسبها ورايا من غير ما تتعب نفسك. لو جبنا مزرعه حمام لاحم، هنقول قوه المزرعه يا جماعه بتبدا معانا ب 100 قص حمام. هنقول 100 جوز، متوسط سعر الجوز هنجيب الجوز الشغال ب 400 جنيه. واحد يقول لي يا عم اللحم ب 500 ب 600. انا بقول لك يا باشا 100 جوز، يعني انت تدخل عند مزرعه بتاخد بسعر الجمله، بتاخد يا باشا 100 جوز، مش بتاخد قص ولا اتنين، وهو متوسط. يعني انا شايفه ان هو 400 جنيه في الاوقات اللي احنا فيها، لا سعر عادل، تمام. 100 جوز في 400 جنيه هيديني 40 الف جنيه، تمام. ده كده سعر ال 100 جوز حمام كبير شغال او شبابيات، خلينا برضو معاكم، تمام. طيب ال 100 جوز عايزين 100 عين سلاكه، تمام.
انا هربي محبوس. انا ممكن اقول لك ربي على السايب ووفر يا باشا معايا السلكات والعيون دي، لا يا باشا، هقول لك ربي صح، وربي في سلكات، وهات سلكات كبيره تمام. ويا باشا هنجيب 100 عين. لو قلنا العين بتتكلف معايا 300 جنيه، في 100 عين ب 30,000 جنيه، يبقى انا جبت سلكات ب 30,000 جنيه، وجبت حمام ب 40,000 جنيه، يبقى انا كده يا باشا 70,000 جنيه لحد دلوقتي. طيب الحمام اللي انا جبته عايز ياكل. طيب قلنا جوز الحمام بياكل في الشهر بياكل 3 كيلو. طيب هنقول سعر الكيلو الكلفه 15 جنيه. واحد يقول لي يا عم مفيش الكلام ده، هقول لك يا باشا ما انت بتجيب بالكميات، انت عندك 100 جوز، انت بتجيب بالجمله، انت مش راح تجيب لي كيلو و2 كيلو وشكاره وشكارتين يا باشا، انت بتجيب عربيه فيها شكاير دور عويجه وشكاير دور اصفر وشكاير بسله وشكاير فول، انت عندك مزرعه. تمام يا جماعه، الاسعار في الكميات ارخص كتير جدا. خلينا برضو في موضوعنا، هنقول ال 100 جوز كيلو، كل جوز بياكل 3 كيلو، يعني ال 100 جوز بياكلوا شهريا 300 كيلو كلفه. 300 في 15 جنيه عاملين 4000 ونص. تمام. طيب انا كده جبت الحمام ب 40,000 وجبت سلكات ب 30,000، ادي 70,000، وجبت كلفة الشهر ب 4000 ونص، قول يا باشا 5000. تمام، يبقى كده 40 و30 70 و5000 كلفة، 5 40 و30 70 و5 75,000 جنيه. تمام. وقول يا باشا هنجيب كمان شهر، طبعا الحمام هيجي اول شهر على ما يبدا نجوز ونبدا المكان يشتغل ويبدا الحمام يحصي ويبدا يجمع بيض، قول يا باشا شهرين. تمام. زود يا باشا كمان 5000 جنيه كلفه للشهر الثاني، يبقى انا كده كلفت الحمام ال 100 جوز كلفتهم 10000 جنيه. يبقى كده لحد دلوقتي المشروع واقف عليا ولسه ما قبضتش منه جنيه، ولا لسه حصه ولا حصوايه. جبت لهم 10000 جنيه اكل و30000 جنيه سلكات و40 تمن الحمام، يبقى يا باشا 80000 جنيه وقفوا عليا ال 100 جوز حمام لعب بسلكاتهم بحمامهم بكلفتهم، تقضيني شهرين. حلو. عدى الشهرين الحمام بدأ يشتغل، عدى شهر بدأ يحصى وبدأ يرقد وبدأ يطلع زغاليل، شهرين على 60 يوم، يعني ال 100 جوز قول طلع لي منهم، مش هقول لك طلع لك يا باشا 80 جوز، ومش هقول لك 70 جوز، قول يا باشا ال 100 جوز طلعوا لك 60 قص. حلو الكلام. 60 جوز هنبيع جوز الزغاليل يا فندم ب 250 جنيه، ورغم ان انت ممكن تبيع اعلى، بس خلينا هنبيع جوز الحمام ب 250 جنيه. 250 جنيه في 60 جوز طلع معايا 14000 ونص، يبقى انا طلع معايا 14000 ونص. حلو الكلام. حلو الكلام، يعني انا كده كل شهر هيطلع معايا حمام ب 15000 جنيه. حلو الكلام. طيب هنقول يا باشا شيل الخمسه، ده الاكل بتاع كل شهر. حلو الكلام. قول ال 5000 جنيه دول اللي في الباب دول او الاربعه ونص، شيلهم يا باشا، ده الاكل بتاعنا كل شهر. يبقى انا معايا يا باشا معايا كل شهر صافي في ايدي 10000 جنيه كل شهر. يبقى انا كده استرد راس مالي اللي هو 80000 جنيه، هسترده في 8 شهور. شفت يا جماعه مشروع اسرع من كده؟ ان انت تسترد راس مالك في 8 شهور. بلاش يا باشا 8 شهور، قول 10 شهور. تخيل انت بعد 10 شهور بقى معاك 80 90 الف جنيه اللي هو راس مالك رجع لك، وانت يا باشا من شويه حمام في سلكات. مش قصه العمليه لا محتاجه يعني عماله، ولا محتاجه جهد، ولا محتاجه اي حاجه، محتاجه فرد واحد فاهم عنده خبره هيدور المشروع. ابدا يا باشا رجع راس مالك واسترجع راس مالك واسترد فلوسك، ومعاك يا باشا الحمام بقى مكمل معاك سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره. حلو الكلام. وعد يا باشا ارباح كل شهر 10000 جنيه. يا باشا المشروع مربح، وانا مش عايز اطول وقت الحلقه عن كده، انا في كلام كتيره جدا عايز اقوله ولسه عندي معلومات ولسه، بس خلينا نتكلم تاني ونعمل جزء كمان، مفيش اي مشكله. في النهايه برضه عشان خاطر دخلنا في تلت ساعه كفايه عليكم كده، انا مش قادر اتكلم. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو اشتراك في القناه واللايك، وان شاء الله اعمل لكم حلقه كمان قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.